عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. زي ما وعدناكم المنهج هينزل مجاني وبأبسط طرق شرح وبإذن الله تحلوا الدنيا تكون كويسة وما يواجهكوش أي مشكلة خالص في المادة سهلة جدا ولذيذة جدا. النهاردة الفيديو التاني بإذن الله في منهجنا، وإحنا هنتكلم عن الجزء التاني في درس القوة والأسس. نسمي الله ونبدأ نشوف الدرس بيتكلم عن ايه، وهو تكملة للدرس اللي فات بس هو مقسوم عندنا على جزئين. بسم الله. أول حاجة بيقول لي 3 أس 2 في 3 أس 3. يعني ايه الكلام ده؟ اتفقنا المرة اللي فاتت لو مسكنا ده اسمه أساس، واللي فوق اسمه أس، وده أساس برضو ده أس. احنا ملاحظين ايه؟ الأساس زي الأساس. حلو. مادام الأساس زي الأساس والعملية ضرب، يعني بضربهم في بعض، هنجمع الأسس. يعني ايه الكلام ده؟ مش الأساس زي الأساس، هنا 3 وهنا 3، خلاص هننزل واحدة منهم، ادي 3. طيب والأسس هنعمل فيها ايه؟ أنا عندي هنا أس 2 وعندي هنا أس 3، دي عملية الضرب علامة فيه، خلاص يبقى في حالة الضرب هنجمع الأسس، تبقى 2 زائد 3. حلو. طب ما هو 2 زائد 3 كام؟ 5، يعني كأنها 3 أس كام؟ أس 5. واحدة كمان عليها 7 أس 2 في 7 أس 3. والله الأساس زي الأساس، هنا 7 وهنا 7، هننزل واحدة منهم. طب يا ترى هجمع الأسس ولا هعمل إيه؟ والله لو العملية ضرب يعني علامة فيه هنجمع. طب ما هنا علامة ضرب فعلا، خلاص هنجمع الأسس. ما هي 2 زائد 3 على طول اللي هي برضو كام؟ اللي هي 5. طيب افرض جالي اسمه 7 أس 5 على 7 أس 2. اتفقنا على مبدأ لو الأساس هو هننزله. طب ما هنا الأساس 7 وهنا الأساس 7، حلو، هننزل واحدة. طيب يا مستر هل الأسس بقى هنجمعها؟ أقول لك لا، إحنا بنجمعها في حالة الضرب. طب يا مستر لو جالي اسمها، ما هو لو مش هتجمعها أكيد هنطرحها. خلاص هيبقى 5 ناقص 2 اللي هو 5 ناقص 2، يبقى كأنها 7 أس كام؟ 5 ناقص 2 اللي هي 3. يبقى كده احنا فهمنا حاجة، في حالة الضرب بنجمع الأسس، في حالة القسمة بنطرح الأسس، ده لو كان الأساس واحد. طب هنا 8 أس 6 على 8 أس 4، طب ما هي دي اسمه، هي دي نفس القسمة برضو، ما هو الأساس زي الأساس، هننزل واحد منه. العملية قسمة علامة على، يبقى هنطرح الأسس. 6 ناقص 4 تبقى الناتج 2. خلاصة الكلام ده في حالة الضرب بنجمع الأسس، في حالة القسمة بنطرح الأسس إذا كان الأساس متشابه ما كانوش مختلفين. طيب نخش في مسألة زي دي. بيقول لي 3 أس 5 أضربها في كام يديني 3 أس 10. إحنا اتفقنا حاجة، معنى كده إن هنا 3 وهنا 3، يبقى لازم هنا كمان يكون في 3 عشان الأساس يكون واحد. طيب هتبقى يا ترى أس كام؟ هو العملية إيه؟ في يعني المفروض بجمع الأسس. طب أنا عندي أس 5، يا ترى 5 زائد كام يديني 10؟ 5 زائد 5 يديني 10، يبقى الإجابة هنا كانت 3 أس 5. طب افرض جات لي في القسمة، مش هتفرق معايا في حاجة، هنا 8 وهنا 8، لازم كمان تكون هنا كام؟ 8. العملية اسمها يعني طرح، يعني كام ناقص 2 يديني 3؟ أكيد 5 ناقص 2 هي تديني 3، فتبقى 8 أس 5. طيب شوية حاجات بيلعب بيها في الاختر زي دي. يا ترى بيقول لك نصف العدد 2 أس 6، هي نصف يعني نص، يعني كأن النص مضروب في 2 أس 6. أنا هنا مش بقسم، أنا هنا بضرب، هو ما قالكش اسمه. نص العدد يعني نص، هو أنا بترجم، بص هو قال نص كتبت نص. نص العدد يعني كأن النص في العدد، يعني نص في العدد كام؟ 2 أس 6. طب ما واحدة بيساوي كام؟ ما هو كأن دي على الواحد وهنضرب عادي، 1 في 2 أس 6 هي 2 أس 6. 2 في 1 تحت بكام؟ ب2. ايه ده؟ دي المسألة قلبت اسمها والأساس متشابه، هنطرح الأسس. ما هنا كأن في أس واحد بس مش بكتبه، فهنزل الاتنين، و6 ناقص 1 يبقى 5. طب ضعف العدد، ما هو ضعف يعني 2 من الحاجة، ادي الاتنين. ضعف العدد يعني 2 في العدد، مين؟ 2 أس 6. حلو.
طب ما هنا ضرب على طول، ما هنا دي كأنها أس واحد والأساس متشابه هننزله، في حالة الضرب هجمع الأسس 1 زائد 6 يبقى الناتج 7. طيب مسألة زي دي مركبة شوية، عايز نبسطها لأبسط حاجة. طيب ما تلاقي مسألة زي دي خلص البسط لوحده وخلص المقام لوحده. يعني الكلام ده فوق ادي شرطة الكسر اهي، دول أساسين متشابهين هننزل منهم واحدة، العلامة ما بينهم فيها عملية ضرب، هنجمع الأسس تبقى 4 زائد 6. طب تحت 8 و8 تنزل 8 برضو العملية ضرب، هنجمع الأسس تبقى 3 زائد مين؟ 3 زائد 5. حلو، بيساوي ادي 8 6 زائد 4 10 على تحت 8 أس 3 زائد 5 تبقى 8. دي قلبت اسم، واحنا في حالة القسمة هنطرح الأسس، هيبقى بيساوي 8 هتنزل 10 ناقص 8 2. 8 أس 2 من الدرس اللي فات كأنها 8 في 8 بكام؟ ب64. طب مسألة جت مركبة بالمنظر ده فيها يا مستر ده هنا رقم وهنا رقم، هتقول لي فوق هننزل مين؟ هقول لك لا مش هننزل حاجة. طب ازاي؟ ما هي دي لو خدنا دي مثلا نزلناها السالب 3 أس 6 تمام؟ أو نزل السالب 3، يا ترى هعمل إيه بعد كده؟ خدها مع أختها، هي فوق أختها تحت، يعني العملية كأنها قسمة كأنهم على بعض، فساعتها هتطرح الأسس 6 ناقص 3 بالمنظر ده. في خد الستة أختها تحت أهي، هنطرح يبقى 7 ناقص كام؟ 5، يبقى كأنها سالب 3 أس 6 ناقص 3 3 في 6 أس 7 ناقص 5 يبقى الناتج 2، وتعملها على الآلة الحاسبة يطلع لك ناتج في الآخر. آخر سؤال عندنا 4 على 5 أس 7 على 4 على 5 أس 5 في 4 على 5 أس سالب 3. والله أنا شايف إن الأساس كله متشابه، هننزل واحد عادي جدا. طب يا ترى هيكون أس كام ده؟ ما هو الأول بدأ باسم دي على دي، معنى كده إن الأس ده هطرحه ناقص الأس ده عشان بينهم علامة اسم، فهكتب 7 ناقص 5. طب في يعني المفروض هجمع كام؟ الأس الأخير اللي هو سالب 3. ما هو زائد سالب 3 موجب في سالب بسالب على طول، يعني كأنها ناقص 3 على طول. طيب بالمنظر ده هيساوي 4 على 5 هتنزل زي ما هي، أس كام؟ 7 ناقص 5 ناقص 3 هتطلع بسالب 1. طب ما أي حاجة أس سالب 1 اتفقنا عشان نخلي الأس موجب بنشقلب المقام والبسط، يعني كأنها 5 على كام؟ على 4. 5 على 4 أس 1 هي الناتج النهائي 5 على 4. ده كده كان الدرس الثاني، أو يعتبر الجزء الثاني زي ما موجود في الكتاب للقوة والأسس. إن شاء الله هينزل فيديوهات حل هتظبط الدنيا، حتى لو منزلش الحصة بحصتها هينزل مجمع. إحنا مش هنسيبكم، إحنا معاكم خطوة بخطوة وبالنجاح دايما إن شاء الله. أشوفكم في الدروس الجاية في المنهج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.